السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد. قبل ما تبدأ الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة، تحطوا لايك لو عجبكم الفيديو. فيديو صورته قبل ده، لسه دلوقتي حالا أكيد هينزلكم قبل ده. قلت لكم فيه إن أنا بقيت أم الحمد لله، وربنا أكرمني بالذرية الصالحة، وإنه إن شاء الله ربنا يجعلها صالحة يا رب. والحمد لله انا قمت بالسلامه، والتجربه كلها خلصت على خير. سبب غيابي كل حاجه انا هحكي لكم في الفيديو اللي جاي. حابه ابدا معاكم من الاول خالص خالص، اول خطوه في الحقن المجهري او تجربه الحقن المجهري الناجحه. اخر فيديو انا عملته عن الحقن المجهري او اخر التطورات كان ان انا بقول لكم فيه ان انا هبدا في رمضان، ان انا هبدا. كنت خلاص عملت سحب بيضات ومجمده الاجنه، وقلت لكم ان انا معايا 4 اجنه فقط والحمد لله، وخلاص عملت سحب واجلت الارجاع لفتره. تمام، وحصل كله، وحتى الفيديو هحطه لكم في اول تعليق مثبت علشان تتابعوا باقي الاحداث. بعدين الحمد لله صلينا صلاة استخارة ونوينا في يوم من الأيام إن احنا خلاص هنبدأ في رمضان اللي فات. احنا دلوقتي رمضان يعني لينا سنة بالظبط. رمضان اللي فات شهر 4 بالظبط، يوم 7/4 كانت البريود، يوم 7/4. فالمفروض إن انت بتبدأي في العلاج من أول يوم البريود لمدة 10 أيام، وفي اليوم العاشر بتروحي تكشفي في مركز دار الأم. دار الأم دكتور أحمد راجح في القاهرة. طبعا ده كله المفروض انتوا تبقوا فاهمينه من الفيديوهات اللي أنا عملتها، في الخطوات اللي أنا عملتها. تمام، كان ليا بالظبط 4 شهور، لأن أنا عملت عملية السحب في شهر 12، وأنا رحت الإرجاع البريود اللي أنا قررت الإرجاع فيها كانت يوم 7، أول يوم ليها 7/4. 7/4 فعلا جات، اتصلنا بالمركز وقلنا ان احنا خلاص هنبدأ العلاج عشان معانا ارجاع، وان احنا معانا اجنة مجمدة. تمام ابدأوا، واليوم العاشر ان شاء الله تعالوا اكشفوا. حلو خالص. بدأت في العلاج كان عبارة عن البرشام الابيض اللي انا بقول لكم عليه، السايكلو، وكان نوع تاني للحساسية غالبا، وكان اسبوسيد بس فقط لا غير لمدة 10 ايام. وكان البرشام الابيض ده 3 مرات في اليوم، والبرشام الحساسيه ابيكو بريد حاجه كده يعني مره في اليوم. اسمه ايه ده بتاع الاسبوسيد كان مره في اليوم. تمام، استمرت لمده 10 ايام. رحنا اليوم العاشر كشفنا، رحنا المركز وكشفنا، وقالوا لنا ان انتوا معاكم 4 اجنه مجمدين فقط لا غير. واحنا يوم الارجاع هنشوف ايه اللي هيحصل، وهنشوف هنشوف الاحسن فيهم وهنعمل له الارجاع. هنشوف احسن ال4 الاحسن منهم هنعمل له الارجاع. وفعلا ومدوا لي نفس العلاج لمدة اسبوع تاني، وقالوا لي بعد اسبوع تعالي. تمام، رحت غبت اسبوع، رجعت البلد هنا سوهاج اسبوع، وانا مستمرة على العلاج. ورحنا يوم 17/4 بالظبط، راحوا على طول حددوا لنا ميعاد الارجاع بعد اسبوع تاني. يعني انا يوم الارجاع كان المفروض يوم 24، رحت يوم 17 رحت يوم 17 كشفت، وقلنا يوم 24 ان شاء الله باذن الله هنكون ده ميعاد الارجاع بتاعكم، وتكونوا جاهزين وكل حاجة تمام زي الفل. غالبا زودوا لي اللي هو لبوس للالتهابات، وزودوا لي برونتوجيست لبوس بدأت اخدهم من قبل الارجاع اللي هي في المرة دي. تمام، احنا اليوم 24/4، يوم 24/4 كان موافق يوم احد. فاليوم احد معروف انه الدكتور احمد راجح بيجي في المركز يوم سبت واثنين واربع. فاحنا دخلنا وقلنا لهم ان احنا حابين ان هو يعملنا الارجاع، فيا ريت يكون في يوم هو موجود فيه. فهم بدون اي اعتراض ولا مناقشات ولا اي حاجة خالص قالوا لنا تمام، هنأجل لكم الارجاع يوم، هنخلوه يوم 25/4، ما ينفعش نأجله اكتر من كده، وان شاء الله الدكتور احمد راجح هيكون موجود وهو اللي هيعملكم الارجاع. يعني يوم 25/4 ده كان موافق يوم 2، وهو بيروح المركز يوم سبت واثنين واربع. تمام، توكلنا على الله. بتكوني ولا اي حاجه. طبعا كان صيام، قلت لهم اجي صايمه ولا فتره؟ لا، تكوني صايمه، ما فيش اي مشاكل ولا اي حاجه، تيجي اليوم ده صايمه وما فيش اي حاجه خالص.
ولا يعني عادي تعيشي حياتك طبيعي لحد دلوقتي، تاخدي علاجك، مفيش اي علاج تاني تاخديه. تمام. رحت يوم 25/4 بالظبط، كان يوم صيام عادي، كان غالبا باجي اسبوع في رمضان او حاجة زي كده، مش متذكرة، غالبا اسبوع 8 ايام في رمضان. رحت وعملنا الارجاع كان عبارة عن انا فايقة حاسة بكل حاجة يوم 25/4. حاسة بكل حاجة، ما بتلبسيش ما فيش هدوم، ما بتقلعيش غير تحت بس، ما بتلبسيش هي بتلبسي بتاع كده فوق عبايتك، بتكوني لابسة فستان، هم قالوا لي تكون لابسة فستان او عباية، ما تجيش لابسة بنطلون جينز او كذا عشان تكوني مستورة، ويا دوب يرفعوا. دخلنا على العملية، دخل على رجلي عادي، ما فيش اي مخدر، ما فيش اي حاجة، انت حاسة بكل حاجة، شايفة الدكتور، بتاخدي معاكي طبعا جسيبتي الجواز بالكلام ده كله بيكون هم مصورينه اصلا ومعاهم في الفايل، تاخدي بطاقتك وبطاقة جوزك بتدخلي بيها اصلا العمليات. كل حاجة انت داخلة صاحية، مفيش اي حاجة، وفي عملية برضو انت داخلة صاحية، مفيش اي مشاكل، انا حاسة بكل حاجة وسامعة كل الناس، مفيش بنج موضعي ولا بنج كلي ولا بنج حاجة خالص. طبعا نمت على السرير. وعملوا لي برضو ثبتوا رجليا بحاجة مربوطة، وفتحوا الرحم بجهاز حديد كده زي الجاف بيثبت الرحم، بتحس انهم بيربطوا حاجة وهو عبارة عن حديد اساسا دخل جسمك، وفعلا بتحسي كأنهم ربطوا حاجة ده عشان يثبت الرحم مفتوح، حتى لو حاولتي تعملي حركات او كده بيبقى مفتوح، ما بيبقاش فيه صعوبة يعني. وقبل كده انا برضو عملوهولي. بعد كده بدأوا يشتغلوا. فالدكتور احمد راجح ما دخلش معانا، الدكتور احمد راجح ما جاش النهارده، وقالوا لنا من قبل ما ندخله، بس احنا خلاص كنا فكينا التجميد، وهم اصلا كانوا رنين علينا من قبلها بيوم، رنوا علينا وقالوا لنا ان بكره ميعادكم الساعه 9 عشان زرع الاجنه، واحنا هنبدا نفك الاجنه. تمام جايين، تمام ايوه جايين، واتكلوا على الله. فهم قبليها بيوم رنين علينا واكدوا الميعاد. تمام تمام. بس كده بدأت العملية. دكتور أحمد راجح مجاش، مش هو اللي عمل لي الإرجاع، ودي كانت مفاجأة، خلاص احنا حطونا أمام الأمر الواقع، انت فك الأجنة وجاي مهيئة نفسك ان انت رايحة تعملي إرجاع، وخلاص دخلت العملية وهم أصلا من قبل ما ندخل العملية قالوا إن دكتور أحمد راجح مش موجود النهاردة. فتمام تمام خلاص احنا توكلنا على الله، وما كانتش هي المعضلة بالنسبة لي ان هو موجود او مش موجود، لان انا ما شفتوش في الرحلة كلها غير مرة واحدة بس، اول مرة لما كان هنا في سوهاج، اول كشف خالص لما كان هنا في سوهاج بس كده، ومن بعديها انا ما شفتوش. ويوم المنظار كان موجود برضو، بس هو ما عمليش منظار وما عمليش سحب، ما عطانيش اي حاجة خالص، وما تبعش اصلا الحالة خالص. فتمام. دخلت معايا دكتورة، الدكتورة بدأت تشتغل، انا بدأت احس بوجع وصرخ خالص، وجع، ألم رهيب، ألم رهيب، حاجات بتدخل وحاجات بتطلع، وانا حاسة بأدوات بتدخل، وبصرخ اصرخ اصرخ اصرخ، ده لمدة مثلا 5 دقايق. فانا بسأل دكتور اسمه يوسف، كان داخل وحاطط سونار على بطني. آه، ف فبقول له ايه ده يعني، انتوا بتعملوا ايه؟ طب ادوني مخدر، ادوني اي حاجه. فقالوا مش هينفع، ده بنعمل تنظيف قبل ما نرجع الاجنه عشان نرجعها على نظافه، ربما يكون في حاجه في الاول كده تدخل مع الاجنه، فميكروب او حاجه تدخل مع الاجنه فممكن يسبب فشل الحقن. ده كلامه. فضلت في والألم ده هو ألم يحتمل، بس ألم صعب بس يحتمل، هي فترة مثلا 5 دقايق 3 دقايق 4 دقايق كده، بس فترة حلوة يعني انت هتحسي بيها وخلاص هتخلص. جاء الدكتور اسمه بدر. فتمام، هو يا دوب بس الدكتور بدر ده مسك الأنبول اللي فيه الأجنة، وهو اللي دخل الأنبول فقط لا غير، ما عملش أي حاجة. السلام عليكم، رانيا فتح الله، تمام، اسم الجوز، اتأكدنا من البطاقات، اتأكدنا من كذا، هنرجع لك يا ماما جنينين، وهنجمد لك جنينين، واحد درجة أولى وواحد درجة تانية، وهنخلي لك جنينين، واحد درجة أولى وواحد درجة تانية، ربما ما يحصلش نصيب فيكون ليك محاولة تاني. تمام تمام زي الفل. طبعا انا خلاص في امر واقع، فانا مش متكلمه ده كله، انا اصلا نايمه على ظهري وهم بداوا يشتغلوا خلاص. فالدكتور اللي اسمه يوسف اللي هو كان فوق راسي، اللي هو ماسك السونار على البطن وعمال يضغط كده،
فقال لي سمي بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا هيرزقك بذريه صالحه ان شاء الله. لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم، لسه بسم الله الرحمن ما كملتش كان دكتور بدر خلاص زرع الاجنه، والحمد لله الدنيا يعني خلاص ومشى، هو طلع من بره الاوضه اساسا. فكولي الجهاز وجوموني على طول، وتمام يا ماما ربنا يكرمك خلاص وان شاء الله خير، واحنا في ايام مفترجه. وده دكتور يوسف وتمام طلع. والدكتوره طلعت جت ممرضه شدتني وقمت، ما فيش اي حاجه، انت جايمه وهم شالوك الجهاز ده وخلاص، ما سيبوكش اصلا على ظهرك حتى دقيقه تستريحي فيها. فانا ماشيه على رجلي، طالعه ماشيه على رجلي، فانا ماشيه بالراحه يعني انا خايفه. فالممرضه بتقول لي خلاص يا ماما احنا زرعناهم، هم مش هينزلوا منك يعني، هم خلاص ده رحم واتقفل عليهم ومفيش نزول، ربنا اراد لك هيتزرعوا وهيكملوا، هم هيمسكوا بطانة الرحم، ما ارادش خلاص مش هيحصل حمل، فانت مشيتك دي مش هتنفعك بحاجه، فامشي عدل. هي بتقول لي امشي عدل. طبعا طلعت بره العمليات، لقيت الشوزه بتاعتي لبستها ومشيت عدل عادي. طلعت على طول اخدت حقنه برونتوجيست وحقنه حقنة سيولة، بدأت فيها على طول من أول ما طلعت. وطبعا العلاج كله برونتوجيست، حقنة سيولة. ايه تاني؟ الفيديو ده أنا مصوراه مصوراه وهقولكم على كل التفاصيل أنا باخد ايه بالظبط، وهوريكم نبذة كده من العلاج. أنا صورت في نفس اليوم عشان أنا كنت ناوية إن أنا أصور المراحل كلها، بس حصلت حاجات إن شاء الله هقولكم عليها المرحلة اللي جاية. فأخدت حقنة برونتوجيست بعد ما طلعت على طول، وحقنة السيولة بعد ما طلعت على طول من العمليات. بس احنا وصلنا كده لحد ما احنا خلصنا مرحلة الإرجاع. فان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي هكملكم فيه ايه اللي حصل بالظبط بعد وفتره الانتظار عدت عليا ازاي، وايه اللي عملته في فتره الانتظار، وهل كملت صيام ولا ما كملتش، اتحركت ولا ما اتحركتش، كانت اقامتي فين وازاي وايه اللي حصل. كل حاجه هحكي لكم عليها بالتفصيل الممل، فاستنوني الفيديو اللي جاي. احنا كده عملنا الارجاع وخلصنا الحمد لله. بس كده في نهاية الفيديو، يا رب يرزقكم من الشباب بالذرية الصالحة، واستنوني الفيديو اللي جاي واحكي لكم باقي التجربة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.